زيدوا شوفوا برك اذا قعد لكم شويه تاع اللحم باش تجربوا هاد لاغويسيت لازم تسيوها. وصفه كباب في الفرن هبال. السلام عليكم، راني نقول لكم اللي ما جربش هاد الوصفه راهو يرى كباب طري محمر ما يجيكمش ناشف الداخل بواحد لاصوص وبواحد الخبز درته لكم سهل ماهل وبنتو كي العاده الهبال تاع الدنيا. ما تنساوش تحتفظوا بالوصفه ونبداو باللاغويسيت تاع المقادير بالتفصيل مكتوبه تحت الفيديو. في ريسيبيون درت الفارينه السكر الملح زدت معاهم حليب بودره شويه تاع خميره الخبز وشويه تاع خميره الحلوه نخلطوا كامل النواشف ونلموا بالمدافع حتى نحصلوا على العجينه تكون طريه هكذا تلصق شويه. نحطها في بلون دو طرافاي ندير لها مغرف كبيره تاع الزيت وندلكها نغطيها ونخليها تخمر. في اشوار درت البصل شويه تاع الطوماطيش شويه تاع فلفل حلو هذاك المعدنوس نص مغرف كبيره تاع طوماطيش تاع الباطا وراس تاع الحار هذاك الحار. نرحي كلش بعدها نصفيهم من كامل هذاك الماء. ندير معاهم كميه تكون مليحه تاع اللحم اللي يكون فيها كميه مليحه تاع الشحمه. التوابل اللي درتهم مكتوبين تحت الفيديو ونخلط كلش ونحطها بجيب. ما تنساوش برك ديروا الملح. الخبز تاعي بعد ما خمر ديغازيتو قطعته الى كويرات خرجوا لي 8 حبات. لازم تفتحوهم رقيق وطيبوهم هكذا. لاصوص هذيك البنينه في ريسيبيون درت 3 مغارف كبار تاع المايونيز بطاطا فروماج ريجيم ونروح نزيد لها البنه مرصو يكون مليح من هذا الجبن المذوب من عند تختينو اوريجينال. نميكسيهم كامل مليح بهذه الطريقه وندير لهم كميه تاع المعدنوس نحطها بجهه وتكون واجده. في سنيوه كبيره يكون فيها بابي كويسون فرش كامل هذا اللحم بهذيك الطريقه اللي كنا حضرناه ونحط معاه الطرشي الطوماطيش هذاك الفلفل الاحمر وطراسيو هذاك اللحم ونقطعوه بهذه الطريقه ودخلوه يطيب على 200 درجه غير يطيب لكم من تحت. شعلوا عليه من الفوق باش يتحمر هذيك الخضره كامله راح تتشوى. ديروه دي ساندويتش بالخبز وديروا له لي سلايس تاع التارتينو. ما تنساوش ديروا له لا سلطه تاع البصل وتحمروه في المقله وبصحتكم.